نعمل مع بعض احلى صينيه بطاطس محشيه باللحمه وصينيه الرقاق باللحمه. تعالوا نشوف هنعملهم ازاي. هستخدم بقى نص كيلو لحمه مفرومه وهبشر عليها البصل ده. بشرت كده البصل ده 3 بصلات على نص كيلو لحمه، وحطيت معلقه سمنه، وهحط بقى ورق لورا. بصوا البصل بيديها طعم حلو وبيزود كمان الكميه بتاعتها. يعني هتلاقوا دلوقتي ما شاء الله نص كيلو اللحمه بقى قد كده. رفعتهم على النار كده، ما بصفرهاش ولا اي حاجه. احنا بننزل باللحمه اول ما نحط البصل ونرفعه على النار. هعمل رقاق وهعمل بطاطس محشيه. بصوا بدأ يتغير لونها ازاي. اول طبعا ما لون اللحمه يختفي الاحمر ده، بننزل بقى بالملح والفلفل وبهارات اللحمه. هي بتفضل تتقلب كده لحد ما تستوي كلها. بصوا هي كده خلاص، كده خلصت اتعصجت. هقشر بقى البطاطس ديت واقورها عشان احشيها. بصوا قشرت البطاطسايه كده وقطعت حته من فوق، ودلوقتي بقى هبتدي اقورها. طبعا الحشو اللي بيطلع منها ده مش برميه، بحمره برضو وبحطه في قعر الصينيه كده. والحشو بقى بيبقى من هنا، وبحمرها في الزيت. بحمرها بالشكل ده. ولو مش عايزه تحمري البطاطس ممكن تحشيها وهي نيه، وبعد كده تقومي حاطه عليها شوربه لحمه وتسيبيها بقى مع نفسها بقى، وبعد كده تديها في الشوايه كده ايه وش جميل. لكن انا بحب احمرها وبعد كده احشيها اللحمه وبعد كده احطها في الشوايه عادي خالص. بصوا بعد ما اتحمرت تحفه. يبقى هي بطريقتين، يا اما تعمليها بالشوربه من غير تحمير، يا اما تحمريها وتحشيها اللحمه وبعد كده تحطيها في شوايه البوتاجاز. في الحالتين بيطلعوا تحفه. هنا اللحمه خلاص اتعصجت، وهنا غليت شوربه عشان الرقاق. يلا بينا بقى نعمل الرقاق. طبعا احنا عملنا الرقاق نفسه، دلوقتي بقى هنعمل صينيه الرقاق. عندي هنا الشوربه سخنه، وهجيب كده حله عشان اعرف اسقي فيها الرقاق كويس. وهحط كده الشوربه عشان نطريه. سبحان الله، بننشفه وبعدين نطريه، حاجه غريبه جدا يعني. طريتها كده خالص. جبت صينيه وفرشتها سمنه كده، وهبتدي بقى ارص فيها الرقاق اللي انا طريته بالشكل ده. وبين كل رقايه والتانيه بحط سمنه كده. اول مره اعمل الرقاق، من اول الرقاق كنت على طول بستسهل واشتريه، لكن لا، في فرق بصراحه جميل جدا لما تبقي انت اللي عامله الحاجه كده من اولها لاخرها. بلتها كده. وبكده اكون خلصت صينيه الرقاق وادخلها بقى في الفرن. حطيت على الوش سمنه. خلصت صينيه البطاطس المحشيه
عندي بقى ايه الحشو بتاع البطاطس اللي انا حمرته ده على الوش كده، مفيش حاجه بتترمي خالص. وعندي بقى كبشه شوربه، قلت كده ايه احطها تدي طعم اللحمه في البطاطس نفسها. وهدخلها بقى على الفرن. اكون خلصت معاكم صينيه البطاطس باللحمه وصينيه الرقاق القمر ديت. عايزاها ناشفه بتقطعيها زي ما هي كده، بصوا ناشفه ازاي ومقرمشه. لو عايزاها طريه غطيها مفيش 5 دقايق 10 دقايق وهتلاقيها طريت معاكي وبقت عامله زي الفطير. استنوني في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله.